كتبدا الحكاية سنة 2053 من بعد ما انتهت حرب العالم. معدل الجريمة تزاد بزاف وهادشي دار ضغط على نظام السجون. باش يحلوا المشكل ديال هاد الأزمة الحكومة خرجات برنامج جديد لإعادة التأهيل سميتو برنامج الصندوق. هاد البرنامج كيخير المساجين بين جوج ديال الحوايج، يا الإعدام يا يقضيو مدة العقوبة كاملة في الداخل ديال الصندوق مقفول عليهم. الأكل والشرب كيوصل ليهم على حساب المزاج ديال المواطنين الصالحين اللي هما اللي دخلوهم السجن، وأي واحد يفكر يهرب كيتم الإعدام عليه ديك الساعة. في الداخل ديال هاد الصناديق كاينة واحد السيدة فرنسية كتحاول تعيش، ولداتها كاملة جروح، كان محكوم عليها ب4 سنوات وباقي لها 2 ديال السنوات. الصندوق ديالها ما فيه حتى قطرة ديال الماء، وملي كطلع الفتحة الصغيرة اللي في الصندوق بدل ما تلقى الماكلة كتلقى موس ديال الحلاقة، وكتقرر تستسلم وتصفيها لراسها بالموس ديال الحلاقة. وعلى جزيرة صخرية في أستراليا كاينين شي صناديق مرميين قرب الشاطئ، وكانوا جوج بنيتات كيلعبوا ولاحوا الكرة على أحد الصناديق، وهاد الكرة فيقات السيدة لداخل الصندوق الرقم 13. كتفيق وكتلقى ايديها ورجليها مربوطين وكتبدا تحل في الحبل بسنانها حتى كتفك راسها في الاخر. محكوم عليها ب7 سنوات، وهذا النهار هو أول نهار ليها في الصندوق. فجأة واحد الضو كيشعل وفتحة صغيرة كتفتح، وملي كتشوف منها كيبانو لها دوك جوج بنيتات وهما غاديين، وغير 2 ثواني كتسد ديك الفتحة وكتشغل واحد الشاشة وكيبداو يشرحوا ليها النظام كيفاش غادي، وكيقولوا ليها انتي في المكان اللي اختاريتي. والساجنة كيجيها حالة انهيار عصبي وكتبدا تغوت وتضرب في الحيوط وكتحلف أنها بريئة، وكتبقى تغوت حتى كتعيا وكتنعس واحد شوية. ديك الفتحة كتعاود تحل وكتحط الرغيف ديالها باش تاخد الأكل، ولكن ما كتوقع حتى حاجة. وبدات كتقلب في كل شبر في الصندوق باش تلقى أي طريقة باش تهرب. والمشكلة هو أنها ملي كتبقى حاطة إيديها على شي بلاصة واحد الفترة معينة كتكهرب بصدمة خفيفة، ومع ذلك هادشي ما وقفهاش وكتبقى تقلب وتقلب حتى كتسالي وما كتلقى والو. وملي بدات الشتا كتصب كتحط الرغيف ديالها في ديك الفتحة وكتقدر تشرب. من وراها بواحد الفترة رقم 13 كتفيق من النعاس على صوت شي واحد كينادي. كتلقى بنت صغيرة واقفة عند الفتحة وكتسولها على مدة العقوبة ديالها، وملي كتعرف أنها محكوم عليها ب7 سنوات كتستنتج ديك البنت أن المسجون رقم 13 سجينة سياسية، وكتعمر ليها البنت الرغيف ماء نظيف وكتعطيها تشرب، وكتعطيها واحد الكيس فيه حبوب ديال الأكل وكتاكلهم السجينة رقم 13. ومن بعد كتقولها بأن المواطنين هما اللي كيقرروا مستقبل كل سجين، كتجاهلها وكتقولها بأنها بريئة. ومن بعد مرور الوقت رقم 13 بدات كتحس بعقلها بدا كيلاشي وما بقاش مستحملة هاد العزلة، وكتاخد الحبل وكتبدا تخنق في راسها وكتجيها حالة انهيار عصبي. من بعد شهور رقم 13 مازال عايشة، كيعطيوها شوية ديال الحبوب، ومن بعد كتمد يديها من خارج الفتحة وكتلقى ديك الكرة اللي كانت طاحت البنات اللي كانوا كيلعبوا حدا الصندوق. ايام كدوز بنفس الروتين الممل، كتبقى تنعس وتفيق وتلعب بالكرة، ومن بعد بدات كتبان جروح في الجسم ديالها. وفي نفس الوقت كاين صندوق واحد اخر فيه واحد الراجل محكوم عليه 5 سنوات، دوز من 1000 يوم وكيبقى يقول انا في المكان اللي اختاريت. واحد الطيارة بدون طيار كتهز الصندوق ديال رقم 13 وكتحطو في الغابة فيها عشرات المساجين، وكتجي واحد البنت وكتسولها شنو كدير، كترد عليها الرقم 13 إعادة تأهيل. كتشد من يديها وكتحاول البنت تعطيها كتاب باش تقراه، ولكن رقم 13 ما كتقدرش حيت ممنوع عليها تقرا في الداخل ديال الصندوق. كتعطيها شوية الماكلة وكتوعدها باش تجي تزورها مرة أخرى باش تقرا عليها شوية من الكتاب. وكتبقى الرقم 13 كتفكر في الكلام ديال البنت وكتبدا تاكل شوية من دوك الحبوب اللي عطاتها البنت، وكتلقى كتاب صغير مخبي وسط من الحبوب. كتنعس وكتعطي ظهرها للكاميرا باش ما تشوفش الكتيب الصغير. قراءة الكتيب كترجع لها شوية ديال الامل، ومن بعد كيجيها ما نظيف كتبدا تحاول تنظف الجروح اللي فيها باش ما تزيدش تعفن. ومن بعد كتخوي الماء الملوث برا. الكاميرا كتلتقط داكشي وكتصنفو على انه اهدار الماء، والصندوق ديال الرقم 13 كيرجعو عند الشاطئ. وكتجي عند هذيك البنت وكتستغرب الرقم 13 شنو الغلط اللي دارت باش ردوها للشاطئ، وكتسول البنت على العمر ديالها وكتقول لها بلي عندها 16 سنه. كتفكرها بختها اللي ماتت. اسابيع كدوز والرقم 13 ما عنده حتى وانيس من غير الكتيب الصغير، وكتجبدو بكل حذر في كل مره كتبغي تقراه، وحتى كتاكد ان عاطيها بظهرها الكاميرا باش ما تشوفش الكتيب.
وفي يوم من الأيام ديك الطائرة الدرون كتنقل الصندوق مرة أخرى وغير كتنزل كيظهر واحد الشخص كياكل تفاحة، كترجع رقم 13 يعطيها شوية، ولكن الراجل كيقول لها ما غيرحم حتى واحد من المساجين اللي في الصناديق، وكون كان الأمر بيدي كون عدم المساجين كاملين، كيقول لها بلي غيعطيها التفاحة إلا سلماتو راسها. ورقم 13 كتكون يائسة لدرجة كتوافق، كتقرب بالجسم ديالها لديك الفتحة والدرون كتراقب المكان، كترصد اللي واقع وكتبدا تيري عليهم. الراجل كيموت ديك الساعة ورصاصة كتدخل الصندوق وكتصيب الرجل ديال رقم 13. رغم الألم رقم 13 كتمد يديها لبرا وكتاخد التفاحة وكتبدا تاكل فيها، ولكن للأسف كتكتشف أن التفاحة عامرة بالدود وكتبدا ترجع داكشي اللي كلات. وبالليل رقم 13 كتفيق على صوت الإنذار وكتسمع واحد الصوت كيقول المتاجرة بالأكل ضد القوانين وبالتالي كاين عقاب. سجين رقم 13 خاصها تقضي أسبوع بدون نوم، وكتحاول رقم 13 ما تنعش وكل مرة كتحاول تغمض عينها كيشتغل الإنذار. ولهاد الساعة رقم 13 كتكون وصلات لجوج ديال السنوات ديال السجن، والرقم 13 كتشوف من الفتحة وكيبانو ليها الناس عايشين حياتهم برا الصندوق، وصوت كيعلن على أنها تحبسات ظلما وأن المواطنين وافقوا يعفيوها من السجن. واحد السيدة كطلع عليها من الفتحة وكتقدر تدخل لعندها، ورقم 13 كتشوف في الوجه ديال السيدة وكيجيها مألوف عليها ولكن ما عرفتهاش. السيدة كتجلس وكتشرب واحد الفنجان ديال الشاي وكتشرح لها أن هادشي كامل مجرد تهيؤات وأنها ما غادا تخرج ما والو. وفي الحقيقة أن هاد السيدة هي رقم 13 نفسها قبل ما يتم السجن عليها، وكتشرح لها شنو هو نوع الأفلام اللي ممكن العقل البشري يدخل لها، وكتبقى تضحك بشكل هستيري. وفي نفس الوقت رقم 13 كتغوت من الآلام، وأخيرا صوت الإنذار كيعلن بأن مدة العقوبة انتهت. رقم 13 كتقدر تنعس والهلوسة كتمشي. من وراها من بعد أيام في واحد الليلة رقم 13 كيبان ليها من الفتحة ألعاب نارية، وواحد الصوت في الصندوق كيشرح لها بأن هذه سنة الجديدة، واحتفالا بها المواطنين كيقرروا يعفيو كاع المساجين إلا اللي داخلين على قضايا سياسية، وهادشي كيعني أن رقم 13 ما غاداش تخرج. وفي هاد الليلة رقم 13 كتكتشف بأن سنانها بداو كيطيحوا، وفي الصباح واحد السيدة عجوز كتبان برا الصندوق كتدق على الرقم 13 بموس مصدي وكتعطيه لرقم 13. رقم 13 ما عندهاش الجرأة باش تستخدم الموس وتصفيه لراسها، وكتجي عندها ديك البنت مرة أخرى وكتعطيها الماء، ومن بعد شهور كتبان الكرش ديال رقم 13 وكيتبين أنها حامل بسبب داكشي اللي وقع مع داك الراجل على قبل التفاحة. وكتجي البنت عندها وكتقول لها أن الأهل ديالها باغيين ينقذوها وتكمل المدة ديالها تحت الرعاية ديالهم، والكلام ديالها كيشغل الإنذار والفتحة كتسد والبنت كتهرب. 13 ما قدرتش دير والو من غير أنها كتغوت على قبل الفرصة ديالها اللي ضاعت. من بعد شهور رقم 13 كتحس بألم الولادة لحد ما كتولد طفل وكتحضنو وكتقطع الحبل السري بسنانها، وكيشتغل صوت الإنذار وكيعلن بأن الرقم 13 كسرات قانون من القوانين حيت جابت شخص تاني في الداخل ديال الصندوق. على قبل هادشي خاص يتم الإعدام، والصندوق بدا كيتمالأ بالغاز والرقم 13 كيغمى عليها، وملي كتفيق كتكتشف أن الابن ديالها ما كاينش، وكتبدا تغوات وكترجاهم يرجعوا لها الابن ديالها. وهنا وصلت ل4 ديال السنوات في داخل الصندوق، وكتبدا الأمواج تضرب في الصندوق وكيبدا الماء يدخل لداخل، وكتحاول تخرج يديها من الفتحة. السيستيم ديال الصندوق كيدخل ليه الماء وكيتعطل وكيقفل على دراعها وكتغوت بسبب الآلام، كيعاود يخدم السيستيم وكتفتح ديك الفتحة وأخيرا دراعها تحرر، ولكن كتكون تهرسات من دراعها. من وراها بفترة 13 كتشوف واحد الحشرة وكتعفس عليها برجلها وكتاكلها. في نفس الوقت الماء مازال كيدخل داخل الصندوق وكيمتلئ الصندوق بالماء، وكيجي الدرون باش يهز الصندوق وهو طاير بالصندوق كيتضرب بصاعقة وكيطيح الصندوق وكياخدو الموج. وفي الصباح 3 ديال الشباب كيكونوا كيلعبوا على الشاطئ وكيشوفوا الصندوق مخرجينو الأمواج كتخرج من وراه الرقم 13 ولكن كيخليوه كيمشي. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا، ونشوفكم فيلم جديد بإذن الله.